الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبا ذر الغفاري: يا أبا ذر، أحكم الفلك فإن البحر عميق، وخذ من الزاد فإن السفر طويل، خفف الظهر فإن العقبة كؤود، أخلص العمل فإن الناقد بصير. من خلال هذا الحديث أو هذه الوصية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بأن يتزودوا بالتقوى من هذه الحياة، رسم لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ركيزتان أساسيتان كي يخرج الإنسان من هذه الحياة سليما معافى. الركيزة الأولى هي قصر الأمل. الركيزة الثانية هي الأخذ بالإخلاص أثناء أداء العمل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبينا غير الوصية أن كيقدر يتوصي الصحابة غادي راه ربي فلاس. الحكمة تاع زباروت يتخلصر أهل العلم ذا شوف هو وجوب الوصية. أمثل العبد ذا الواجب في الناس أن يوصير الدريانس، أن يوصير الأهل ينس، ما يسعى المكان المجتمع، أن يوصي المجتمع أن يتعيشير. يوكل العبد ويسعى الإثم يراس أكثر رب العالمين جل وعلا يغيب خلقان. أفهم الوصية يدير ويتعيش بنادم الأنانية، ويتعيش بنادم الوحدانية ذاك الحياة الدنيا. العبد القرآن في الله يتناساك القدر، العبد الصغير في الله يتناساك أتشحط في الناس أتوصير. إذا سيدنا رسول الله إذا يتوصي الصحابة ذات يوم يوصى أبا ذر الغفاري. هذا أبا ذر الغفاري صحابي جليل إلا يتنازل مشجع من النبي صلى الله عليه وسلم. يوصف إفكاية السنة تجدى هي الوصايا ينس تجدى تزوروث إناس نقل العبد أن يسعوا قصر الأمل، بمعنى إذا العبد يسير استفادة السيرم ذلك الحياة الدنيا، وإنما أن يغتنم العبد الإسلام الأوقات اللي استفكار سبحانه عز وجل العمل. يسير استفادة الإنسان السيرم، وأن يغتنم الإنسان اللحظات الأوقات السنية يسير يقدر رب العالمين أثني يعيش العمل. العمل يا أيها الإخوة الأفاضل يحوج الإخلاص. الإخلاص كيف ذا السر يتكيثين ربي سبحانه عز وجل أول العبد يحمل. دائما سيدنا رسول الله الحاجة تمزور في السنة الناس أحكم الفلك فإن البحر عميق. هذا تشبيه بليغ من سيدنا رسول الله للصحابة وللأمة. أحكم الفلك شبه هذه الحياة التي نعيش فيها بأنها بحر وأمورنا إذا أردنا أن نسلك طريق النجاة لا بد أن تكون سفينتنا تجري على الماء على البحر الهادئ. أحكم
البحر عميق، لأن السفينة سفينة النجاة لا تجري على اليابس. النبي صلى الله عليه وسلم يمثل دوني ثانية السفينة أمينا يتبنت السفينة هذه حبل ماليس ما لا يجب السفينة تخدم مليح، ما لا يقود السفينة غادي ينهار السفينة ينس إذا قاد يعسي ماليس وتسمالا، وإلا ما في المقلاب هذه يروح للبحر يرمقان يتشبه النبي صلى الله عليه وسلم البحر كي الدنيث ذيك الهوى ذيك المحرمات ذيك المنكرات ذيك الطول أخذ الظالمين والظلمات إلى غير ذلك من الأمور. فالعبد الإسلام إذا قد يدخل الإيمان ينس يشبه النبي صلى الله عليه وسلم السفينة، أن يدخل الإيمان ينس يشبه النبي صلى الله عليه وسلم السفينة، أتي الطرف ويتسخنوا المسارة الهوى يدين النيث يحسب النبي عليه السلام أمن البحر ويحرز العبد الإسلام إيمانيس أن يغرق وتغرق المشاكل ناس وتغرق اضطرابات ناس. أحكم الفلك فإن البحر عميق. يزيد النبي عليه السلام في الوصية واش يقول وخذ من الزاد فإن السفر طويل. خذ من الزاد. الإنسان يسعى العادات الحياة الدنيا العفمانية كذا روحانية ممكن إذا قد يومين أعوين واحد كيروح مسافر يزور ولا في كندا ولا في فرنسا ولا في كاش بلاصة ولا في المستشفى لازم تدي معك الزاد أعوين تدي معك حاجة. حنا من في المستشفيات ما زعل المريض هذيك تستحيل بدات الشمس 6 سنة. هذه هي الطبيعة تاع بني آدم. النبي عليه السلام يوصينا يقول وخذ من الزاد فإن السفر طويل. السفر الذي ينتظرنا إلى الدار الآخرة. علاش؟ لأن احنا رانا مسافرين من نهار اللي زدنا رانا مسافرين رانا نمشي كل سنة يعدي يتنقص ديال أعمارنا يتقربها القبورنا والحياة الآخرة يتقربها بالآخرة ويتسبعينا في الدنيا. العبد ما لا يروح أن يرزق ربي سبحانه عز وجل إلى أذيوي أعوين يلس الزاد أعوين لنا السلكان أذيوي الحاجة سويت ورغالة وذبس أمام الله تبارك وتعالى. زاد التقوى يفكر في النبي عليه السلام إن الذي تذكر العبد الإسلام ربي سبحانه وتعالى أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. أن يشكر الإنسان ربي سبحانه عز وجل ويكفر وأن يطاع فلا يعصى وليعبد ربه بخلقا وسع الصيام. الوصية الثالثة نشوز إنيس خفف الظهر فإن العقبة كؤود. إنيس الظهر كيلك ملايين الإنسان الشاب مصير اسمه يعبي نسوالي النساء مع الفضليات أكرمهن الله جل وعلا تساوي ديك شوال الزيتون ملايين للصحة والعافية أقشوال الزيتون والزمور أزيد ولا أزيد الفل والسيف أنا ما تسدها التساوت وتعقلها. ولكن العبد الإسلام إذا قد يخفف الظهر ينس السيئات خطرات يسير الوقت ما يغور ويسبيرها أن يعبيها ويسبيرها أن يرفض ويسبيرها التكاليف اللي يفكر ربي سبحانه عز وجل. إشارة النبي عليه السلام على أن الإنسان المؤمن لا بد أن يكثر من الحسنات وأن يعمل بالفرائض حينما يكون شابا صحيحا. بل الإنسان الصغير يزغال يخدم يزغال الجوامع اللي يصدق اللي يحضر الجنازات اللي يعود صالح للمجتمع اللي ينشر الخير إلى قد يخدم الحسنات واللي يقلل بالسيئات خطرات يسر الوقت أتدفر الإنسان تعالوث
أيها الذي ينطوي الإنسان أيها يسبرنا أن يرفض السيئات يرده يسبرنا أن يخدم الحسنات. جيت واحد الوقت ما تقدرش لا تدير الحسنات ولا ترفض السيئات. الشيخ محمد الحسين غادي رضي ربي في الناس ذات يوم يروح مخصم السين أفاش وفاكر مخصم السين أفاكر يروح وصل الشيخ محمد الحسين غادي رضي ربي في الناس هم يفرو ويقرص المتراجينو ويقرص المتراجينو. أهل العلم قريب بناس كان الزمارة تصرف الشيء وخير الأخيرة. الشيخ محمد الحسين حكيم في كيس ربي الحكمة أشو سنينا الناس تلاقوا بدنا فاكر وريح الصحة ويثيلان الناس سنين كل يتراجعوا الموت لقرار الله ذي السبوان خفف الظهر فإن العقبة كؤون. الوصية الأخيرة لناس النبي عليه السلام أخلص العمل فإن الناقد بصير. إنسان بلا يخدم العمل أن يبتغي وجه الله تبارك وتعالى. الإخلاص ما تصلى أتسلم لله تبارك وتعالى. ما تجر المعصية تجر ابتغاء وجه الله. ما تسمح إما ينسلم إذا كتسمو السماح لله تبارك وتعالى. ما في الفقر ما تسدر الحاجة لله تبارك وتعالى. أي عمل يخدم الإنسان ويتولى المخلوق أسيدي الشطر نغاث يرفض نغاث يساس وإنما أذي ولي المولى تبارك وتعالى أن يرجو أيها الإخوة الأفاضل أن يرجو الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جدنا تعليم وصية من سيد رئيس الدائرة لولاية تيزي والزوم. وسكي كونسيرن لي باشري أصحاب الباك الناس اللي يعبدوا الباك لي زاد ديبوندون الناس اللي يترشحوا السعدين البكالوريا أحرار لازم يتقدموا المقر تاع الدائرة باش يخدموا لاكارت ديدونتيتي بيوميتريك اون يورجونس. يعني إذا طلع في ولد يسعى ميس يسعى البكالوريا حر انديبوندون إذا قد يروح الرضيعة اون يورجونس السلكة يروح خاص تسوجدان لاكارت ديدونتيتي بيوميتريك. يا أخي كرا العقل لازم النصيب اللي غادي تمشي باش الانسان غادي يروح يعبد الباك ما يعبدوش الى غير ذلك. صافي الانسان يعبد واحد يعبد بكالوريا انديبوندون حر لازم يتصل بمصالح الدائره باش يخدم لاكارت ديدونتيتي بيوميتريك تاعو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.